فكرة إنه الناس تستصغر المرتبات وهم لسه ما عندهمش experience، اللي هو صحيح. إزاي آخد المرتب ده وأنا مثلًا صاحبي أو مش عارف إيه بياخد مرتب أكتر. لأ، في البداية أنت بتحط وقتك ومجهودك إنك تبني experience، تتعلم صح وتعرف تجيب نتايج. لمّا تبتدي تحصل على الموضوع ده ساعتها يبقى نوعًا ما عندك leverage أو عندك من قدرة التفاوض على المرتب أعلى. لأن في النهاية الناس ما يهمهاش أنت معاك شهادات إيه، هم يهمهم أنت مهاراتك اللي تساعدهم يحققوا نتايج شكلها عامل إزاي. عشان برضه الناس، أنا باشوف أحيانًا بعض الناس لسه لحد النهارده للأسف، مع إن الحمد لله الموضوع الdirection ده أو الاتجاه ده بدأ يتغير عند كتير، وبيبقى عمّال بيتغير كل مدى ومدى، إنه الناس بتركز على الشهادات بس. أنا لو في حد بييجي يقول لي مثلًا الtraining program بتاعك certified والّا لأ، أقول له لأ، ولو أنت جاي عشان شهادة ما بلاش، مش هتتبسط يعني، إمم. لإنه إحنا مش بنعتمد على إن إحنا بنعمل ده أساسًا، مش بتوع شهادات إحنا، تمام. إنما الأهم من الشهادة الexperience والskills اللي بتتطور من خلال شغلك. لو عجبك الريل تقدر تشوف الحلقة كاملة على اليوتيوب كاريري كاست، دليلك العملي لكل مجال.